السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. اليوم نريد نسوي مرقة الفاصولية البيضاء ويا الدجاج. المكونات: صدر دجاج، فاصوليا بيضة 4 كيلو، وطماطة 5 حبات، راس ثوم، راس بصل، والبهارات بهارات مشكلة، خاشوقة شاي، بودرة الليمون، خاشوقة شاي، ملح حسب الرغبة، بودرة الفلفل الأسود نص خاشوقة شاي، فلفل أحمر، وخاشوقة شاي كبيرة، معجون طماطم. حبايبي أنا اليوم أريد أسوي لكم المرقة الفاصولية اللي خليتها بالفريزر. طبعا هاي بساعة تصير المرقة، واحد يجي خطار بساعة مستعجل يقدر يسوي هاي المرقة. فأنا أول شي قطعت صدر الدجاج، هسه الطماطة أبرشها، وعندنا البصل والثوم هم أقشره وأثرمه. حبايبي أنا ثرمت البصل، هسه أخليه بالقدر وأحمسه. الثوم نصين سويته، نص ثرمته ونص أخلي حبات الثوم. 4 خواشيق كبار زيت أضيف، أحمس البصل والثوم 5 دقايق، شوي يذبل عند البصل، بعدين أضيف صدر الدجاج. أستمر بالتحريكة لما صدر الدجاج شوي يتغير لونه. قلت لكم هاي المرقة واحد يجي خطار أو هو مستعجل ساعة يقدر يطلع الفاصولية من الفريزر ويسويها. 5 دقايق بعد ما خليت الدجاج أضيف عليه البهارات. أضيف المعجون شوية، أخليه يحمس شوية ويا الدجاج، وبعدين أضيف عليه ماي الطماطة. الطماطة برشتها وحضرتها. قبل لا أضيف ماي الطماطة عندي هذا الثوم اللي ثرمته، أخليه فوق الحميسة، أحركه شوية. هسه أضيف الماي الطماطة. أخليه على النار لما ماي الطماطة شوية مايها يتبخر ويتماسكن كل المكونات سوا، بعدين أراويكم شو نسوي. حبايبي بعد 10 دقايق هسه شوية هذا الماي منه نشف، لاحظوا. هسه أضيفن الفاصولية. ماي ما أضيف لأن هي الفاصولية بيها ماي، فأنا أصبر لما يموع وبعدين أشوف إذا أحتاج ماي أضيف له. أغطيه وأخليه على نار هادئة. حبايبي بعد 10 دقايق من نشف ماي الطماطة أضيف الفاصولية
وضفت لها كوب ماي وأخليها على نار هادئة لما تمع الفاصولية. إذا احتاجت ماي أضيف لها. حبايبي هاي 10 دقايق ورا ما خليت الفاصولية ما عاد. هسه أخليها بعد 10 دقايق لما كل المكونات يتماسكن وعلى نار هادئة. بعد هاي الفاصولية يعني عندنا هنا جاهزة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك. حبايبي مرقتنا حاضرة، إن شاء الله تعجبكم وتسووها وتاكلوها بصحة وهنا وعافية. لا تنسونا باللايك والاشتراك. شكراً.